السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله خوتي خواتاتي غادي نتقاسم معكم هاد الغريبة هادي خطيرة في الشكل والمذاق، كتجي بنينة بزاف، مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة، بمقادير ومكونات متوفرة في كل بيت. إن شاء الله تجربوها بالصحة والراحة. غادي نشارك معكم جميع الأسرار باش تنجح معكم، وما غاديش نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إلا عجبكم فيديو فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ما تنسونيش من واحد لايك للتشجيع، وندوزو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا في هاد التبصيل هذا او قصريه 125 غرام ديال الزبده، خدمت انا بلا بريري ديال بواطا 125 غرام. غادي نحتاج واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر سنيدي يكون ناقص واحد جوج ديال الاصابع، ما يكونش حامر. غادي نخدم الزبده مع السكر، والزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نخدم مزيان هاد المكونات. ضروري هاد المرحله هادي نخدمو مزيان هاد المكونات، حيت من بعد ملي كنبداو نضيفو في الدقيق ما خصناش ندلكو نهائيا، خاصنا غير ندخلو الدقيق فقط، ما ندلكوش باش العجينه ما تطلقش لينا الزيت. المهم ضروري كنبقاو نخدمو هكا حتى كيولي عندنا خليط على شكل بوماد. وما تنساوش واحد الرشه ديال الملحه، انا ردفتها من بعد عاد باش غادي نضيفها، ضيفوها نتوما في الاول غير نسيتها. ضروري نخدمو المكونات مزيان. هنا البنات عاد باش ضفت الملحه، واحد الرشه ديال الملحه. هنا عندي واحد 4 معالق ديال القرفه بلديه اللي مغربل. وهنا عندي 125 غرام ديال الكاوكاو بلدي اللي منقي، اللي مسحته ونقيته وحمرته في الفران وطحنته بالقشور ديالو حتى تعلق، كيعطينا كاس ديال العنبه. وضفت واحد 5 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الابيض اللي غربلته وحمرته غير في المقله فوق النار مهيله فوق البوطه هكا مع التحريك حتى كيتحمر لينا، وردوا البال باش ما يتحرقش لينا. صافي كنخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان. كما قلت لكم في هذه المرحله الاولى ضروري كنبقاو نخدموا المكونات هكا، نخدموا مزيان، حيت من بعد ما غاديينش نهائيا ندلكوا العجينه، غادي غير ندخلوا الدقيق فقط. بحال هاد الحوايج هادو راهم مهمين. وهنا غادي نضيف واحد قد، غتاخدوا شويه ديال العجينه المعجونه وغادي تكركبوها هكا بين صباعكم، غتعطيكم قد العدسه، المهم القياس قد العدسه، ما ديروش كتر. صافي وكندوبوها هكا مع الخليط وكنخلط المكونات كاملين مجموعين عفوا. هاد الخميره هذه المعجونه قد العدسه راه هي اللي كتساعد هاد الغريبه هذه باش كتجينا مشقه بهذا الشكل هذا اللي كما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو ديال هاد الغريبه. وهنا عندي الدقيق، هنا عندي 3 ديال الكيسان، وعندي 2 ديال الخمارات، ولكن انا ما خداتش ليا كاع 3 ديال الكيسان، خدات ليا غير 2 ديال الكيسان. الدقيق راني غربلته من قبل ووجدته خليته هكا حدايا. ضفت شويه ديال الدقيق وغادي نضيف دوك 2 الخمارات من فئه 16 غرام، المهم مجموع 16 غرام، كل باكيه فيها 8 غرام. والدقيق دائما كنضيفوه تدريجيا، ما نضيفوش الدقيق دفعه واحده هكا باش نعرفوا شنو كنديروا. صافي وما كندلكش بهذه الطريقه هذه. دخلوا الدقيق هكا باش العجينه ما تطلقش لكم الزيت. واصلا الا درتوا هذا القياس هذا ديال الزيت اللي عطيتكم في القياس ديال الزبده، راه ما غاديش تطلق لكم الزيت الا تبعتوا هاد المراحل هادو نهائيا واش تطلق لكم الزيت، حيت بعض المرات واخا ما تدلكوش العجينه، ولكن الا قويتوا الزيت العجينه كتطلق الزيت. صافي كنبقى هكايا حتى كيدخل ليا داك الدقيق. صافي هنا هذا هو القوام، العجينه خاصها تكون هكا رطبه بهذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو. المهم انا خدات ليا 2 ديال الكيسان اللي خدات ليا، وعاد دوك 5 المعالق ديال الدقيق اللي محمر، هذوك ال5 المعالق راه تقريبا كاس ديال العنبه، ناقص غير واحد شويه، بحال المجموع 2 الكيسان وكاس الثالث ناقص شويه. المهم حاولوا ما تقصحوش، الا قصحتوها راه ما غاديش تصدق لكم، ما غاديش تجيكم مشقه. صافي هنايا راه كنعبر كل غريبه درت فيها المهم ما بين 25 غرام 26، المهم 25 غرام، انا غير في الاخر شاط ليا واحد شويه وقسمته على الحبات كاملين، بحال نقولوا 26 غرام، ولكن نتوما ديروا 25 غرام من الاول. صافي حتى كنكمل هكا كتسهل عليا الخدمه، وكنغطيو بالبلاستيك باش ما تنشفش لينا.
عندي سكر كلاصي سبيسيال، ضروري تخدموا بالسكر كلاصي سبيسيال. عندي ابيض ديال البيضه، وعندي حبات من اللوز. كناخذ هكا كره كنشكلها بين يديا، وملي نبداو نعبرو ضروري ملي نبداو نعبرو في العجينه ضروري نبركو عليها بايدينا هكا، عاد نعبروها باش نخرجوا منها داك الهواء. صافي انا كنشد كره هكا وكنفندها في السكر كلاصي، ولكن كنديرها غير واحد الطبقه رقيقه، ماشي بحال الغريبه المعلكه ضروري خاصنا نحطو فوق السكر كلاصي باش يجي باين. هذه لا، هذه غير كنكورو هكا وكنسوسو داك غير كتغلف لينا بالسكر واحد الطبقه رقيقه وكنسوسوها صافي وكنحطوها في اللاطه. فهاد الاثناء الفران راه كيسخن، عندي فران ديال الغاز كنديرو يسخن على الاقل 10 دقائق قبل. صافي كما شفتوا شوفوا كيفاش تشقات. هذيك الحبه كندوزها في ابيض ديال البيض هكا باش تثبت ليا. صافي كنكمل بنفس الطريقه. غير واحد الملاحظه، اللي شكلتوها ديك الساعه ديروا ليها الحبه ديال اللوز، ما تخليوش ماشي تشكلوا الغريبه كامله عاد تبداو ديروا في اللوز، لا راه غتنشف ليكم. اللي شكلتوها ديروا ليها حبه ديال اللوز، اللي شكلتوها ديروا ليها حبه ديال اللوز، غادي هكا تتكملوا الكميه كامله. المهم بالنسبه للطريقه ديال الطياب، الفران كيكون سخون كما قلت لكم. الطياب ديال الغريبه راه معروف، العافيه كتكون على الوجه. النار مهيله، انا عندي فران ديال الغاز، النار مهيله، انا هبط السيرو حتى الاخر، والفران ضروري خاصو يكون سخون بزاف على الاقل 10 دقائق. صافي النار فوق على الوجه ديالها حتى كتبان ليا تشقات كامله، فقعات هكا وتشقات. صافي وكنطلعها الفوق وكنخليها ثاني كطيب على نار مهيله. ضروري خليوها طيب مزيان باش تجي طيبه حتى من الداخل بحال من برا بحال من الداخل. وكنخرجها من الفران كنخليها حتى كتبرد تماما عاد باش كنستفها في التفصيل. وكندخل لاطه ثانيه، انا درت 2 ديال اللاطات، وكنقدموها بهذا الشكل هذا. وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، واذا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.